الزمالك يتأهل رسميا في بطولة الكونفدرالية في دور المجموعات، ويتأهل لدور الثمانية إن شاء الله هو واتحاد العاصمة الجزائري بنسبة 100%. كل فريق يعني حصد 10 نقاط. فيوتشر في مجموعة اتحاد العاصمة هو دلوقتي عنده 7 نقط، يعتبر تأهل برضه بنسبة 90%. بس في حاجة عايز أتكلم عليها على نادي الزمالك. نادي الزمالك يا جماعة لاعب سجرادة في أرضهم وفي وسط جمهورهم. وطبعا هنتكلم عن عامل الجو والأرض والملعب ترتان وكل حاجة. بس أنت بتلعب فريق ضعيف جدا، أنت بتلعب فريق يعني مستواه ضعيف جدا جدا جدا. يعني ما عندوش فنيات الكورة ولا عنده مبادئ الكورة ولا عنده أي حاجة. انت هم بس عندهم قوة جسمانية جامدة والتحاماتهم قوية جدا جدا. فده بس اللي كان مقلق نادي الزمالك، ولاعيبة الزمالك كانت خايفة على رجليها وخايفة اللي هي تتصاب. بس ده مش مبرر ان انت ما تقدرش تفوز هناك. الزمالك يا جماعة بيعاني من حتة التهديف واللمسة الأخيرة، واللمسة يعني على الجول. يعني انت بتعمل كل حاجة في الكورة في الشوط الأولاني، هدف بقى جيبوا الجول، مش عارفين يجيبوا جوال. السيف الجزيري من أضعف الماتشات اللي شفتها له، من اضعف الماتشات اللي شفتها لسيف الجزيري الماتش دوت بتاع سجراده في سجراده. وناصر منسي بصراحه مهاجم لا غبار عليه، بس هو عايز ماتشات، عايز يلعب باستمرار وعايز استمراريه. بصراحه قدم ماتش حلو، بس لعيبه الزمالك يا جماعه وقعت بدنيا بعد الدقيقه 60. يعني في الدقيقه 60 لعيبه الزمالك وقعت بدنيا. الزمالك يا جماعه بيعاني من اللياقه البدنيه. اللياقة البدنية بتاعت الزمالك واقعة، ما عندهمش مدرب أحمال قوي. الزمالك من وجهة نظري أنا لازم يتعاقد مع مدير فني أجنبي قوي، ويكون معاه مدرب أحمال على أعلى مستوى، تبقى فرقتك زي فرقة الأهلي، زي صن داونز، زي الفرق القوية. عشان ده اللي هيخليك تنافس على البطولات. لو ما جبتش مدرب لياقة على أعلى مستوى مش هتعرف تنافس مع لعيبة طبعا متميزة. فأنت لازمك الزمالك دلوقتي لازم يتعاقد مع مدير فن أجنبي، وطبعا يجي بالجهاز بكامل، ويكون معاه مدرب لياقة بدنية على أعلى مستوى. عشان بصراحة أنا حاسس إن الزمالك مفيش لياقة خالص. بعد الدقيقة 65 اللعيبة وقعت، اللعيبة مش قادرة تجاري لعيبة سجرادة، ومش قادرين يروحوا منطقة الجزاء بتاعة سجرادة. سجرادة الشوط التاني ضغط الزمالك، لو عندهم شوية كورة وعندهم مثلا مهاجم بيخلص كان الزمالك يعانى. كان هيعاني جامد قصاد سجرادة هناك، وكان هيبقى الماتش عصيب على الزمالك وعلى جمهور الزمالك. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. المفروض ان الزمالك بقى حاليا من دلوقتي هيلعب الماتش اللي جاي مع سيراميكا يوم 2 يناير، يعني بعد 13 يوم او 12 يوم ان شاء الله. يوم 2 يناير ده اول ماتش. فالزمالك المفروض آه الزمالك المفروض يجيب مدير فني أجنبي وجهازه بالكامل ومدرب لياقة. الزمالك ما عندوش لياقة، صفر لياقة، مع احترامي للي موجود، بس الزمالك ما عندوش لياقة، مش قادر يجري. انت لو لعبت فرقة زي الأهلي أو صن داونز أو الترجي أو كده، الزمالك هيتحرج جامد، هيتحرج هيشيل أهداف من الفرق دي. عشان الأهلي عنده جهاز فني أجنبي وعنده مدرب لياقة على أعلى مستوى، وكذلك صن داونز. فالزمالك لازم يتعاقد مع جهاز فني أجنبي على أعلى مستوى ومدرب لياقة على أعلى مستوى. ودي وجهة نظري. ومبروك للزمالك التأهل مرة أخرى رغم ضعف الفرق في الكونفدرالية. ومبروك إن شاء الله الصعود لفيوتشر إن شاء الله، والقادم أفضل إن شاء الله للفرق المصرية.